بيلعبها ناحية خالد الرويحي، لما خالد الرويحي قبل ما تطلع بيسيطر عليها، بيعدي من واحد واثنين وماشي، وتروح لوليد المدوح. وليد ماشي يلعبها ناحية سعدون، لكن يبعدها بيدرو فرانكو. مرة ثانية خالد الحربي، يسددها خالد الحربي في المرمى، يسجل اجمل هدف في البطولة حتى الان من مكان بعيد. خالد الحربي يقذف قذيفة قوية من منتصف ملعب البرتغال ويسجل منها الهدف الاول لصالح منتخبنا الوطني للشباب في الدقيقة الخامسة من الشوط الثاني. شوف خالد ومن برا المنطقة في المقص يحطها، شايف من منتصف الملعب تقريبا، منتصف ملعب البرتغال، مش منتصف الملعب ككل، لا منتصف ملعب البرتغال. وصعوبة بمكان انه حارس المرمى يستطيع انه يصد الكرة القوية هذه اللي اطلقها خالد الحربي. بينتو شيل احمد جميل، ماشي احمد جميل بيموه، كرة معاه ويعدي من واحد، برضه كرة مع احمد يلعبها ناحية جبرتي في اليمين، داخل جبرتي عكسية ناحية احمد جميل، تروح لسعودي سوى بيفوز سلام يا شباب، كورة ملعوبة جميلة بذل فيها احمد جميل مجهود، حاول واحد واثنين ولعبها لجبرتي، وجبرتي في اليمين عكسها لسعدون محمود، وسعدون محمود يصوب كورة في العارضة، ترتد العارضة لخالد الرويحي براسه. شوف سعدون يصوب سعدون في العارضة، ترتد وخالد الرويحي يندفع عليها زي السهم براسه، يحطها على يسار حارس المرمى ويسجل منها الهدف الثاني لصالح منتخبنا الوطني للشباب. شوف سعدون يا سلام، كورة جميلة جدا، كورة ملعوبة او اي شيء او انه يشاهد اللاعب ما هو تسلل، وانا اعتمد اقول تسلل ويدخل ويحط الكرة في المرمى، لا، يجب ان احذر دائما من الكرات الملعوبة هذه والعب على صافرة الحكم فقط. فؤاد انور يلعب كرة سعود الحمالي عرضية تروح لسعدون حمود، ماشي سعدون بيلعبها داخل حمد الدبيخي المرمى، الهدف الثالث حمد الدبيخي. يا سلام، اول كورة يلمسها حمد الدبيخي يحطها في المرمى ويسجل منها الهدف الثالث لصالح منتخبنا الوطني للشباب. يا سلام يا حمد الدبيخي، يا سلام يا منصور الموينع، تمريرة جميلة من منصور الموينع لحمد الدبيخي اللي ينفرد على طول بشماله يحطها في المرمى ويسجل منها الهدف الثالث في اول كورة يلمسها حمد الدبيخي، يسجل منها الهدف الثالث في الدقيقة 37. شوف كيف لعبها حمد الدبيخي بشماله، يسجل منها الهدف الثالث.